لو انت بتستخدم برامج وادوات الهاكرز زي اللي بنشرحها في كل فيديو دي بدون ما تخفي نفسك، فانت في مشكله كبيره. ولو انت ما تعرفش ان تي اي داتا او اي انترنت سيرفيس بروفايدر يقدر يعرف كل الانترنت ترافيك اللي خارجه من الجهاز بتاعك، فانت فايتك حاجات كتيره ولازم تراجع نفسك وتاخد احتياطاتك. علشان كده احنا في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل انونيمايز ونخفي اي ترافيك خارجه من الجهاز بتاعنا. فهنستخدم هونكس، واللي عباره عن نظام تشغيل بينقسم لهونكس جيت واي وهونكس ورك ستيشن. كل الترافيك بتاعنا هيطلع عن طريق الهونكس جيت واي، واللي بدوره بيعتمد على التور نتورك، واللي كنا عملنا حلقه عليها قبل كده تقدر تروح تشوفها. وعندنا الهونكس ورك ستيشن واللي عباره عن براوزنج ماشين، وهنعرف كل حاجه عن الاثنين دول وازاي نقدر نستخدمهم علشان نعمل انونيمايز لكل الترافيك بتاعتنا. لكن في البدايه زي ما اتعودنا، ايه اللي احنا محتاجينه؟ اولا الهونكس سوفت وير، ثانيا نظام التشغيل اللي هنعمل انونيمايز للداتا بتاعته. وهنا انا اخترت كالي لينكس لاني بشتغل عليه كتير ومحتاجين نخفي كل الترافيك بتاعته، وممكن تستخدم اي نظام تشغيل تاني عادي جدا براحتك. ثالثا برنامج الفيرشوال بوكس، ودلوقتي تعالى علشان نعمل لهم داونلود. اولا الفيرشوال بوكس، هنيجي كده على جوجل ونكتب فيرشوال بوكس داونلود وانتر اول اختيار، وهنيجي هنا كده ونضغط على ويندوز هوست علشان يبدا يعمل داونلود معانا زي ما احنا شايفين كده. تمام، بعد كده تعالى نعمل داونلود لكالي لينكس. هنيجي كده على جوجل برضو ونكتب كالي لينكس داونلود وانتر او الريزلت، وهنيجي هنا ونختار فيرتشوال ماشينز ونيجي على الفيرتشوال بوكس كده ونعمل داونلود من هنا. دلوقتي بدا يعمل معانا داونلود. تمام، واخيرا علشان نعمل داونلود للهونكس فهنيجي برضو على جوجل ونكتب هونكس داونلود وانتر واول اختيار، وبعدين نختار الاوبريتنج سيستم الخاص بالجهاز بتاعنا، وهنا طبعا هنختار الويندوز، وهنيجي ونضغط هنا علشان نعمل داونلود للنسخه جي يو اي او جرافيكال يوزر انترفيس مش التيرمينال ويندو. بعدين نضغط هنا داونلود هونكس اكس اف سي اي، هنلاقيه بدا يعمل داونلود معانا. بعد ما عملنا داونلود لكل الحاجات اللي احنا محتاجينها، هنيجي اولا ونعمل انستول للفيرتشوال بوكس زي اي برنامج عادي، دبل كليك ونكست ونكست ويس انستول وفينش. بعد كده هنعمل امبورت للفيرتشوال ماشينز اللي احنا هنشتغل عليها، فهنيجي ونعمل دبل كليك هنا على لونكس ايمج علشان نعمل لها امبورت على الفيرتشوال بوكس، وبعدين اوكي وامبورت، وبعدين اجري واجري، وبعدين هنستنى لحد ما تعمل لها امبورت. بعد ما خلصت هنلاقي عندنا تو فايلز، هنلاقي الهونكس جيت واي واللي زي ما قلنا كل الترافيك بتاعنا بيعدي من خلاله، والهونكس ورك ستيشن واللي بتشتغل كبراوزنج ماشين واللي مش هنشتغل عليها دلوقتي لاننا طبعا هنستخدم زي ما قلنا الكالي لينكس، واللي برده هنعمل لها امبورت فهنروح عليها ونضغط دبل كليك وبعدين امبورت وبعدين اجري ونستنى لحد ما تخلص. ودلوقتي تمام. الخطوه اللي بعد كده وهو اننا هنعمل الكونفيجريشنز الخاصه بالفيرتشوال ماشينز دي. اولا تعالى نشوف الهونكس جيت واي. من سيتنجز هنختار نتورك، هنلاقي ان ادابتر 1 معمول له كونكت باي ديفولت على النت علشان يقدر يوصل للنت، وادابتر 2 زي ما احنا شايفين كده هنلاقيه برده كونكت باي ديفولت على انترنال نتورك اسمها هونكس، ودي اللي هنوصل عليها اي اوبريتنج سيستم احنا عايزين نعمل انونيمايز لكل الترافيك بتاعته. تمام، هنيجي بقى على الهونكس ورك ستيشن. من سيتنجز برده هنروح على نتورك، وبعدين بص كده هنلاقي الادابتر 1 متوصل برده باي ديفولت على انترنال نتورك اسمها هونكس. طيب تمام، الحاجه المهمه بقى ودي اللي هنعدل في السيتنجز بتاعتها فعلا وهي الكالي لينكس. هنيجي كده برده من على سيتنجز هنختار نتورك، وهنحتاج ان احنا نخلي ادابتر 1 برده كونكتد على الانترنال نتورك اللي اسمها هونكس. تمام، دلوقتي تعالى علشان نشغل هونكس جيت واي ماشين علشان نعمل الكونفيجريشنز بتاعتها، فهنيجي هنا ونضغط على ستارت، ولانها لاول مره تشتغل على الجهاز بتاعك فهتتاكد انك عارف شويه معلومات عن الهونكس جيت واي بروجكت. هنضغط اندرستاند ونكست واندرستاند ونكست وفينش. هنلاقي عندنا 3 اوبشنز، هنختار اول واحد واللي اوريدي طبعا اكتيفيتد لاننا عايزين نعمل كونكت على التور نتورك مباشره بدون ما ندخل نعمل اي سيتنجز الاول، وبعدين نكست نكست وفينش. ودلوقتي بتشيك على السيستم وتمام اوكي. ودلوقتي احنا خلصنا الكونفيجريشنز بتاعه الهونكس جيت واي ماشين. شفت الموضوع سهل ازاي؟ تعال على الخطوه اللي بعدها. هنسيب طبعا الهونكس جيت واي ماشين شغاله، وتعالى بقى علشان نعمل الكونفيجريشنز بتاعه الهونكس ورك ستيشن، ودي خطوه اختياريه يعني مش هتفرق معانا، يعني لو عايز تعديها عديها، ده بس علشان لو عايزين نشتغل عليها في اي وقت بعد كده. هنضغط على ستارت وزي الهونكس جيت واي اندرستاند ونكست واندرستاند ونكست وفينش، ونستنى لحد ما تشيك برضو على السيستم واوكي. وبس كده خلصنا الكونفيجريشنز بتاعه الهونكس ورك ستيشن. موضوع سهل جدا. انا المهم عندي الهونكس جيت واي والكال لينكس او نظام التشغيل اللي انت عايز تخفي كل الترافيك بتاعته، واللي سبق طبعا وعملنا له كونكت على الانترنال نتورك اللي اسمها هونكس. فهنيجي ونشغل الكال لينكس، هنضغط ستارت وهنستنى لحد ما تشتغل. اليوزر والباسورد طبعا عندنا هم كالي وانتر. هنيجي بعد كده نروح على النتورك ستاتس، هنلاقيها فوق كده، هنبص هنلاقيها وايرد كونكشن. طيب تمام، هنيجي بقى ونعمل رايت كليك عليها ونختار اديت كونكشنز، هنختار وايرد كونكشن 1 ومن تحت كده settings ونروح على اي بي فيرجن 4 settings، وهنيجي نغيرها من هنا ونخليها مانيوال علشان نظبط الاي بيهات بتاعتنا مانيوالي لانها متوصله على انترنال نتورك.
فهنيجي بعد كده ونضغط على اد. لو جينا نبص هنا كده علشان نعمل كونفيجر للنتورك بتاعت لينكس، نلاقي ان هي دي الاي بيهات اللي احنا المفروض نكتبها. يعني مثلا اي فيرشن ماشين عندنا متوصله على الهونكس جيت واي المفروض تاخد الاي بي ده 10.152.152. وهنغير بس في الرقم الاخير ده. يعني في حالتنا دي انا ممكن ادي الكال لينكس بتاعتنا وليكن دوت 12 عادي جدا. فنيجي كده ونكتب 10.152.152.12 تمام. وعندنا السبنت ماسك بتاعنا هنخليه كده 255.255.192.0. وبعدين هنيجي على الهونكس جيت واي ونخليه برده زي ما احنا شفنا كده 10.152.152.10 تمام. والدي ان اس برده هنخليه نفس الاي بي بتاع الجيت واي 10.152.152.10. وكده خلصنا. وهنيجي بعد كده نضغط على سيف وبس كده. ودلوقتي الكال لينكس بتاعتنا متوصله على الهونكس جيت واي، وده معناه ان كل الترافيك اللي خارج منها دلوقتي معمول له انونيمايز. طيب ما تيجي نشيك كده. هنفتح البراوزر بتاعنا علشان نتاكد. هنكتب كده وات از ماي اي بي وانتر ونضغط على الويب سايت ده كده. ودلوقتي بص كده الموضوع فعلا طلع حقيقي. الاي بي بتاعي اتغير وكمان اللوكيشن. انا متاكد طبعا ان انا مش في كانساس سيتي. هنضغط هنا كده على ماي اي بي انفورميشن علشان نشوف معلومات اكتر عنه. هنلاقيه بص في كانساس سيتي، ودي الستيت بتاعته، ودي الدوله، والرقم البريدي، وكمان التايم زون. المهم ان ده كل اللي احنا محتاجينه، وهو اننا نقدر نخلي كل الترافيك بتاعتنا مخفيه او انونيمايزد وبطريقه سهله جدا ومن غير اي كونفيجريشنز معقده وباستخدام تول مجانيه واللي فيها امكانيات كتيره جدا تقدر تروح تشوفها على الويب سايت الخاص بيها. ودي هتساعدنا في رحلتنا في تعلم الهاكينج، واللي احنا بنتعلم وبنجرب كل يوم تول جديده. فلازم نحافظ على الترافيك بتاعتنا وتكون انونيمايزد او مخفيه. في النهايه لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من تركات الهاكرز. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.